إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وضمن متابعته لأعمال المناضل الراحل رمضان جبره تتابعون اليوم الجزء الثالث من حلقات رمضان جبره شاعرا وفنانا وإعلاميا، من خلال القراءة التي يقدمها لكم الزميل أحمد شريف لكتاب الراحل التاريخ السياسي لإريتريا، والذي صدر متزامنا مع صدور ديوانه الذي يحمل عنوان إريتريا سمعكم مفالا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. تزايد جرائم العنف والقتل بين اللاجئين الإريتريين في إسرائيل. مقتل عشرات المدنيين على يد القوات الحكومية في إقليم الأمهر المضطرب بأثيوبيا. وقطع الاتصالات والإنترنت في السودان يعزل مدنا سودانية عن العالم، بما في ذلك بورت السودان العاصمة الإدارية المؤقتة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. تزايدت جرائم العنف والقتل بين اللاجئين الإريتريين في إسرائيل بشكل ملفت للنظر في الأعوام الخمسة الأخيرة. وقالت الناشطة الإريترية في حقوق الإنسان إلسا جروم في تقرير لها الأسبوع الماضي بأن 27 إريتريا لقوا مصرعهم على أيدي مواطنيهم منذ العام 2019، بينهم 23 سيدة في إسرائيل قتلن على أيدي شركائهن وأصدقائهن. ففي 20 من يناير الماضي تعرض إريتريان لإطلاق نار من قبل مجموعة من الإريتريين، مما أدى لمقتل أحدهما ويدعى عمر عبد الله، بينما أصيب الآخر ويدعى سلطان صالح بجروح خطيرة في مدينة ريشون لتسيون في إسرائيل. هذا وتم إلقاء القبض على 6 إريتريين يخضعون للتحقيق على ذمة القضية. وشملت عمليات القتل السابقة كيروس تسفى ميكائيل وهيلا مسفن وديجان تسفى سجابهير. وقالت إلسا جروم المديرة التنفيذية لمنظمة رعاية حقوق الإنسان الإريترية غير الحكومية إن التعليقات التي أدلى بها بعض الأفراد بأن هجوم 20 من يناير كان بدوافع دينية هي تعليقات غير مسؤولة. وتعود معظم الأسباب لحدوث جرائم القتل المذكورة إلى سوء التفاهم وانعدام الثقة بين الأزواج الإريتريين في إسرائيل، فضلا عن الخلافات السياسية. هذا وفي حال عدم تمكن الإريتريين من حل مشاكلهم من خلال اللجان المجتمعية أو غيرها من الوسائل الممكنة، فمن المرجح أن يتفاقم الوضع إلى الأسوأ. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان في منطقة ميراو في إقليم أمهر الأثيوبي بأن القوات الحكومية قتلت عشرات الأشخاص في الإقليم. وبحسب شهود العيان فإن الجيش الأثيوبي قام بعملية تمشيط ومداهمات لبيوت المدنيين بحثا عن مقاتلين من قوات فانو الأمهرية. وأسفرت عمليات المداهمة عن مقتل العدد المذكور من المدنيين. ووفقا لشهادة عدد من السكان فإن عملية القتل جاءت بعد اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الأمهر الاثنين الماضي، فيما لم يرد أي تعليق من المسؤولين الأثيوبيين على الحادثة حتى الآن، وفق ما ذكرت رويترز. وكان البرلمان الأثيوبي قد صادق في 2 فبراير الجاري على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية في أغسطس الماضي لمدة 4 أشهر أخرى في الإقليم. وكان القتال قد اندلع في إقليم الأمهر بين القوات الفيدرالية وميليشيات فانو الأمهرية في يوليو الماضي، بعد قرار الحكومة بنزع السلاح من قوات الأقاليم وتصريح تلك القوات أو دمجها في الجيش أو الشرطة الفيدرالية تنفيذا لبند من بنود اتفاقية بريتوريا للسلام.
وفي الشأن السوداني أدت أزمة انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في السودان إلى عزل مدينة بورسودان وبعض مدن الولايات الأخرى عن العالم، وكانت العاصمة الإدارية للبلاد قد انتقلت إلى مدينة بورسودان بعد اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم منتصف أبريل الماضي. وبحسب ما ذكر موقع سودان تريبون فإن شركات التشغيل للاتصالات والإنترنت في السودان لم يكن لديها مشغلات احتياطية بديلة لحالات الطوارئ. وأضاف الموقع بأن قوات الدعم السريع قطعت عمدا الخدمة عن مراكز البيانات لشركتي سوداني وMTN، مطالبة الشركتين بإعادة الخدمة للمدن التي تسيطر عليها في دارفور، كما أنها أجبرت الفنيين بشركة زين على إيقاف الخدمات عن بورسودان ونهر النيل، وهددت بإيقافها كليا. وأضاف الموقع أن شركات الاتصالات منخرطة في مناقشات متكتم عليها مع الدعم السريع منذ يومين لإعادة الخدمة، لكن قوات الدعم السريع تشترط إعادة الخدمات في إقليم دارفور مقابل تشغيل المشغلات الرئيسية للشركات في العاصمة الخرطوم. ومنذ يومين اشتكى مشتركو شركتي سوداني وMTN من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في ولايات البلاد، وأعربت الشركتان عن اعتذارهما يوم السبت الماضي جراء انقطاع الخدمات لظروف خارجة عن الإرادة دون مزيد من التوضيح. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرت في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم من البرنامج يواصل معكم منقطع من حديث حول مسيرة الراحل رمضان جبر الإعلامية والفنية والشعرية، وذلك من خلال تتبعه لأعمال المناضل الراحل التي صدرت في نهاية العام الماضي، وهي كتاب التاريخ السياسي لإريتريا وديوان الشعر إريتريا سمعكم مفالا، والتي قام بجمعها وطباعتها شقيق الراحل الأستاذ صالح جبري. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وفي حلقة جديدة في برنامج متابعات نتابع ما بدأناه من حديث ومتابعة وقراءة لكتاب التاريخ السياسي لإريتريا بقلم رمضان عثمان جبري، تحرير الأستاذ صالح جبري. رمضان جبري طبعا والمناضل والشاعر والفنان والصحفي الذي توفي عام 1994 بالخرطوم. هذه هي الحلقة الثالثة في سلسلة البرامج التي نكرسها للكتاب، وهنا نتشرف سيداتي سادتي أن نتحدث عن شيء، عن فقرة وحلقة تاريخية هي يعني لا يتحدث عنها الكتاب كثيرا، وهو ما يتعلق بالنشاط الجماهيري، النشاط الجماهيري بالداخل والخارج، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، وكذلك داخل الوطن، وكذلك السودان والقاهرة وفروع السودان. هذه الفقرة وهذه الحلقة في الغالب هي حلقة يعني لا يتحدث عنها الكتاب كثيرا. يقول الأستاذ الفنان المناضل رمضان جبري في الصفحة 103 تحت عنوان النشاطات الجماهيرية بالخارج والداخل، يرصدها على النحو التالي: أولا، عمال المملكة العربية السعودية. أذكر بعض من قدموا وما قدموه من العام 1960 وحتى عام 1964 ليتوازى مع ما ذكرت من نشاطات عسكرية حتى عام 1964. في أواخر 1960 حيث نالت الصومال استقلالها من بريطانيا وإيطاليا، يعني إيطاليا منحت الصومال الجبهة تسريح بفتح مكتب في مقديشو. يعني الصومال المستقلة
منحت جبهة التحرير الإريترية بافتتاح مكتب لها في مقديشو، وبالفعل فتح المكتب وأنيطت مسؤولية إدارته إلى المناضل الزعيم عثمان صالح سبة، وتحمل العمال في المملكة العربية السعودية نفقات المكتب من إيجار وغيره. في عام 1961 تحمل العمال بالسعودية ثمن كتاب طبع باللغة العربية والإنجليزية تحت عنوان قضية إريتريا، وزع في مؤتمر بريوني في يوغوسلافيا لدول عدم الانحياز، كلف طباعة الكتاب 12,000 ريال سعودي. في عام 1961 كذلك تحمل العمال الإريتريون بالمملكة العربية السعودية ثمن شراء أسلحة للمقاتلين، منها ال5 بندقية سالفة الذكر، يعني ذكرها في متن الكتاب. في أوائل عام 1963 اشترى العمال الإريتريون بالمملكة العربية السعودية 6 رشاش استرلين 1 برين، وهو يعتبر أول برين تحصل عليه الثورة الإريترية، وعدد 50 قنبلة يدوية و12 مسدس براون وعدد من الذخائر. في 8 من شهر يوليو سنة 63 اشترى العمال الإريتريون بالمملكة العربية السعودية 17 بندقية تشيكية و25 مسدس وعدد من الذخائر. كل هذه الأسلحة كان مكلف بإيصالها للثوار المناضل رمضان عثمان قبري، صاحب الكتاب الذي نستعرضه لكم في إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذا بجانب تحمل العمال الإريتريون بالمملكة العربية السعودية ترحيل المناضلين من بلد إلى آخر، وثمن برقيات ومذكرات التي كانت الجبهة تقدمها إلى الدول والمؤتمرات، كل ذلك وكان رواتبهم وقت ذاك لا يتعدى 200 إلى 300 ريال سعودي شهريا، وكان عددهم في البداية 17 عامل فقط، ثم وصلوا بعد ذلك إلى 50 شخص. أما بقية الإريتريين بالمملكة العربية السعودية كانوا تابعين للحركة، أي حركة تحرير إريتريا. كذلك تبرع السيد عثمان عبد علي من أبناء مدينة كرن وسكان مكة المكرمة ببندقية و100 طلقة و1000 ريال سعودي. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتس راديو. في عام 1962 عندما أعلنت إثيوبيا ضم إريتريا إلى إمبراطوريتها، بذل العمال الإريتريون بالمملكة العربية السعودية مجهودا جبارا لإقناع السعودية بإعطائهم ركن إذاعي، وبالفعل حصلوا على الركن، وبعد أن تم افتتاحه من قبل المناضل إدريس محمد آدم والمناضل عثمان صالح سبة الزعيم، أي الزعيمين، تولوا تقديم البرامج فيه كل من المناضل عثمان صالح دندن والمناضل عثمان إدريس خيار باللغة العربية، والمناضل رمضان عثمان قبري بالتقرينية. من هنا تأتي إعلامية الكاتب والمناضل والفنان الشاعر رمضان قبري، الإعلامية عنده تأتي من هنا. وبعد أن أدى هذا الركن دورا كبيرا وملموسا في تعبئة الجماهير الإريترية نحو الثورة، وأذكر من إنجاز هذا الركن تمرد جنود حامية مصوع وانضمامهم إلى الثورة. بعد هذا الإنجاز الكبير أوقف الركن، وتسبب في إيقافه كل من الزعيم الإريتري الشيخ إبراهيم سلطان علي، وأعضاء الحركة كل من السيد أبو بكر حامد هدل والسيد قادم إحدقو والسيد أحمد علي دنكلي. وكانت دعوة الإيقاف نظرة حزبية ضيقة. أعمل في تاريخنا أشياء كثيرة. التحق 10 من العمال الإريتريين بالمملكة العربية السعودية
التحقوا بالثورة كمقاتلين، وذلك بعد أن تم تدريبهم في سوريا كأول دفعة، ثم تبعتها دفعات أخرى. والعشرة الأوائل هم المناضل محمد سعيد إبراهيم شمسي، وهو رقيب أول سابق في الجنود من الجنود الذين تمردوا في حامية مصوع. المناضل عبد الوهاب فتوي حسين مبارك. المناضل عبد محمد بخيت. المناضل محمد آدم قردمة. والمناضل محمد شيخ عمر. كذلك المناضل عبد الله دقة. والمناضل عثمان عبد الله حرك. والمناضل محمد سعيد علي جميل. والمناضل حسين باري. والمناضل صالح محمد سعيد آدم بك أروحشي. العمال بالسعودية كانوا ركيزة الثورة في الإمداد. هذه إذاعة إرنا. ثانيا يتحدث الشهيد رمضان قبري عن طلبة القاهرة، فيقول: طلبة القاهرة بعد إعلان الكفاح المسلح قرروا تطعيم الثورة بعناصر مثقفة، وأرسلوا لذلك مناضلين، أي مناضلين اثنين ليلتحقوا بالثورة، وهم المناضل سعيد حسين والمناضل إبراهيم إدريس أحمد شريف. قاد المناضل سعيد حسين الأعمال الفدائية في الميدان بعد أن كون مجموعة نشطة من شباب المقاتلين، لأنه كان له خبرة عسكرية سبق له، وأن ساهم في الجيش المصري في الاعتداء الثلاثي على مصر. درب المناضل سعيد حسين مجموعته على أعمال فدائية، وقام بتنفيذ عمليات فدائية في المدن حتى ألقي القبض عليه في أسمرة عام 1963 بعد تفجير في مطار أسمرة، وتم الإفراج عنه ضمن المساجين الذين أفرجت عنهم الجبهة بعد اقتحامها سجن أسمرة، أي سجن سنبل، عام 75. فيما بعد قامت الجبهة بتصفيته في ظروف غامضة، أي صفت المناضل سعيد حسين. أما زميله إبراهيم إدريس أحمد شريف كان يقوم بمهمة إعلامية حتى عام 1965، وعندما تم تكوين القيادة الثورية عاد لإكمال دراسته. كما التحق عدد 9 من الشباب المثقفين من هذه المجموعة الطلابية بالثورة كمقاتلين بعد أن تم تدريبهم في سوريا، وهم المناضلين الآتي أسماءهم: محمد علي عمر عثمان، رمضان محمد نور رمضان حج فرج، محمود إدريس رمضان السوري، محمد علي إدريس نفس، إبراهيم حامد نور، عبد الكريم أحمد، حامد أحمد، حامد صالح، عبد الله آدم بريا. هذه الدفعة الأولى من هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالثورة كمقاتلين، ثم تبعتها دفعات أخرى بجانب النشاطات الطلابية الثورية التي قام بها طلبة القاهرة. ثالثا، العمال بالسودان. العمال في السودان بجميع فروعه قدموا عددا من الأعمال الثورية. إليكم الفروع النشطة التي قادت الثورة. أولا، فرع كسلة كان فيه شباب نشط واحتكاك مباشر بالمقاتلين، وكان على رأسهم السادة الآتي أسماءهم: محمود محمد علي عجلاتي، وهو كان عنوان الجبهة في كسلة، السيد محمد عثمان شنقباي، والسيد محمد عثمان محمد علي، السيد محمود مرانة نسور، السيد حامد يوسف، السيد عثمان عمر خليفة، والسيد يوسف آدم حامد، ومعهم مجموعة نشطة قادوا الثورة في كسلة. أما فرع القضارف فكان السادة على النحو التالي: محمد علي إدريس هزام، أبو بكر حامد، محمد موسى، وغيرهم من الشباب النشط الذين قادوا الثورة في مدينة القضارف السودانية. فرع مدني: السيد محمود شيخ، والسيد علي سعد، وغيرهم من الشباب النشط.
وأعتقد أنه محمود شيخ هو والد رحمة الله عليه، والد الزملاء الأعزاء الأستاذ محمد مدني والشهيدين عمار محمود الشيخ وعبد الحكيم محمود الشيخ فيما أعتقد، وغيرهم من شباب نشط في المدينة. رابعا فرع الدمازين، السيد علي عثمان حنطة، والذي أصبح فيما بعد رئيس اتحاد عمال إريتريا حتى استشهد عام 1975، والعديد من زملائه المخلصين. فرع خشم القربة، هذا الفرع كان ممول سخي ماديا للثورة، أيضا كان ممول سخي بشريا للثورة، وكان على رأس هذا الفرع المناضل عثمان أبو شنب وزملائه رحمة الله عليه. فرع الخرطوم، هذا الفرع كان الواجهة للثورة والرابط بين الداخل والخارج، وكانوا فيه شباب نشط أذكر منهم كما يقول الشهيد رمضان عثمان قبري، السيد أبو بكر حاج إدريس، والسيد إدريس محمود خيار، والسيد محمد علي محمود. أما فرع بور سودان فكان فيه السادة الآتية أسماؤهم: محمد عثمان حواي، عمر محمد أبو بكر، عثمان فرج، محمد علي عيسى، محمود طاهر سالم، سليمان هندقة، أبو بكر إدريس، والسيد إبراهيم خليفة محمد، ومجموعة أخرى نشطة قدمت للثورة الكثير في مدينة بور سودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. هذه المجموعات العمالية بفروع السودان قامت بمهمات كبيرة في خدمة الثورة، أذكر منها كما يقول الكاتب: رعاية عوائل الشهداء والمقاتلين، إيواء المقاتلين وتحمل مصاريفهم من إعاشة وتنقلات بين الفروع في السودان، وتطبيب الجرحى والمرضى منهم، تموين الثورة بشباب مقاتل متى ما كانت الثورة في حاجة إليهم، شراء الذخائر والأدوية والملابس للمقاتلين وإرسالها إلى الميدان، وأعمال أخرى كثيرة قام بها المناضلون بفروع السودان المختلفة. وكانت هناك فروع للجماهير داخل إريتريا رصدها على النحو التالي: هذه الجماهير وبالأخص جماهير المناطق الغربية تحملت العبء الأكبر في قيادة الثورة وإيصالها إلى مصاف الثورات العالمية الكبرى. هذه الجماهير هي التي كانت تقوم بالتالي أو بالآتي: 1. دور المخابرات، 2. دور الإعاشة، 3. دور النقل، 4. دور التخزين، 5. دور الإمداد العسكري. ومثلهم مثل غيرهم بجانب كل ما ذكر، كانت الجماهير في الريف الغربي تدفع الاشتراكات والتبرعات. الجماهير الريفية هي التي كانت تتحمل العبء الأكبر في تسيير الثورة ودفعها إلى الأمام. ويقول الكاتب: بعد أن لخصنا إيجابيات الثورة، نود أن نلخص سلبيات الثورة في هذه المرحلة، ويشملها في عدد من الأزمات، أزمات عسكرية، وكذلك أزمات في الحركة وغيرها من الأزمات ربما لا يتسع البرنامج للحديث عنها، ولكن هو ذكرها حتى في حركة الجنود، وثم تطرق إلى الحركة الثلاثية التي تمت في 10 سبتمبر 1968. ثم يعرج بعد ذلك الكاتب إلى اللجنة المركزية وأسماء القيادات الثلاثية في المجلس الأعلى، ورصد مجموعة من أسماء المجلس الأعلى بعد الزيادة من عام 67 إلى 69، واصطلح مصطلح يسميه مجموعة الأدارسة ومجموعة العثامنة. الأدارسة يعني إدريس محمد آدم، والعثامنة يعني بها مجموعة عثمان صالح سبة ولهما الرحمة. وفي القيادة الثورية كذلك رصد جملة من الأسماء التي تحدث عنها، ثم تطرق إلى قادة المناطق العسكرية، وبالمناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة
والخامسة حتى وصل إلى مؤتمر أدوبحة. مؤتمر أدوبحة كان في 25 من أغسطس 1969. هذا المؤتمر كان مؤتمرا فاصلا ومحطة خطيرة وفاصلة في حركة التاريخ للثورة الإريترية. وتحدث بعد ذلك أسماء ومناطق أعضاء القيادة العامة من الوحدة الثلاثية إلى أن وصل إلى المعوقات التي واجهتها القيادة العامة، وتحدث بتحليل موضوعي لنتائج مؤتمر أدوبحة العسكري، ثم تطرق إلى ميلاد قوات التحرير الإريترية ومجموعة الأدارس فيها والعثامنة، وهذه تسمية استحسنتها أنا في هذا الكتاب، وهي لأول مرة هذا المصطلح جميل يعني. بعد ذلك تحدث عن نشاطات لجنة الاتصال بين المجموعات يعني، وخرج المؤتمر بخصوص المنشقين بجملة من القرارات، منها الموقف من قوات التحرير الشعبية، الموقف من الأربعة أعضاء القيادة العامة مجموعة عوبل، كذلك الموقف من إسياس والجنود المناضلين معه، وكذلك كيفية تسير الأمور بعد المؤتمر. هذه إذاعة إرنا. طبعا يعني تغيرت أوضاع وأشياء، وتناول آخر تطورات الأوضاع بعد انفضاض المؤتمر الوطني الأول، ثم تحدث عن الخطوات التي اتخذتها قيادات الجبهة بشأن تلك القضايا وآخر تطورات الوضع العسكري والسياسي قبيل المواجهات العسكرية، يعني الحرب الأهلية مع الأسف الشديد والإجراءات العسكرية ضد هذين التنظيمين، سياس أفورقي ومجموعته، وكذلك مجموعة عوبل، وكيف ولماذا ظهرت ظاهرة الانشقاقات في الجبهة، ومن هم أبطالها، أبطال الانشقاقات في الجبهة. يعني للأمانة التاريخية يقول كما يرى رمضان قبره، يقول أبطال الانشقاقات في الجبهة المناضل حمد عمر عبد الله أبو طيارة، وكذلك المناضل عثمان صالح سبة، وأيضا هؤلاء والمناضل أيضا سياسة فرقي، هؤلاء هم قادة الانشقاقات في المجموعتين. ولأول مرة يعني ينشر نص استقالة سياسة فرقي من جبهة التحرير الإريترية، وحدة جيش التحرير الإريتري، يعني جيش الوحدة الثلاثية. هذه الاستقالة كانت في 4 يوليو 1969. هي نص طويل جدا وهام بالنسبة للتاريخ لمن يود أن يقرأ التاريخ. كذلك نشر استقالة المناضل محمد علي عمرو، والتي نشرت في 5 يوليو 69 بعد يوم واحد يعني، ومجموعة من الأسماء. وتحدث عن المؤتمر الوطني الأول للجبهة وترتيب الكلي للقيادتين، المجلس الثوري واللجنة التنفيذية، وثم عرج إلى حزب العمل وأعضاؤه في الجبهة والمؤتمر الوطني الثاني والملابسات التي كانت فيه، ورصد مجموعة من الأسماء تقريبا 29، بيقول أنه كانوا هؤلاء أعضاء حزب العمل الشيوعي في المجلس الثوري، من أحمد محمد ناصر الزعيم رحمة الله عليه إلى الزعيم حامد محمود حامد، وبعدين عنونا بالوطنيين. المهم عزيزي المستمع، نحن أولا نترحم على المناضل الشهيد الشاعر والإعلامي كذلك رمضان قبره إلى جنات النعيم بإذن الله، ونحيي كذلك ونشكر جزيل الشكر لأخونا الأستاذ صالح قبره الذي حرر الكتاب وتحمل عبء نشره وعبء توزيعه.
طبعا الكتاب كما قلنا التاريخ السياسي لإريتريا، رمضان عثمان قبري. أنا أدعو باسم كل المستمعين لاقتناء هذا الكتاب وقراءته. إن شاء الله سيداتي سادتي في الحلقة المقبلة أو ما بعدها حسب ما يسمح به الوقت سندخل إلى الشعر. رمضان قبري الذي يعرفه الناس شاعرا وكذلك فنانا ومناضلا، إن شاء الله بين أيدينا الكتاب سمعكم فالا، ديوان شعر لرمضان قبري يحتوي جملة من الأشعار في 259 صفحة، وسنقدم لكم بانوراما أو مقاطع ومشاهد من ذلك الكتاب. حتى ذلكم الحين سيداتي سادتي، هذا أحمد شريف يحييكم من إذاعة إيرنا الدولية في باريس، مع تحيات الزميل الأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج. هذه إذاعة إيرنا الدولية من باريس. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار: تزايد جرائم العنف والقتل بين اللاجئين الإريتريين في إسرائيل، مقتل عشرات المدنيين على يد القوات الحكومية في إقليم الأمهر المضطرب بأثيوبيا، وقطع الاتصالات والإنترنت في السودان يعزل مدنا سودانية عن العالم بما في ذلك مدينة بورسودان العاصمة الإدارية المؤقتة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم، في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.